الأهلي يفوز على سيراميكا بخماسية في شوط أول مغاير للشوط التاني، شوط أول مختلف يعني 180 درجة عن الشوط التاني. الأهلي ابتدى يعتبر بالتشكيل اللي هو ثابت آخر فترة، سواء في مباراة الزمالك أو في مباراة العين. اللي هو الشناوي والباك أكرم توفيق ويحيى عطية الله، في قلب الدفاع رامي، وجنبه النهاردة يوسف أيمن مكان ياسر إبراهيم المصاب. قدام كوكا ومروان وإمام. خط الهجوم بقى حسين وطاهر ووسام. النهاردة يعني الأهلي قدر في خلال أول 4 دقايق، كان في ضغط كويس وكان في ضغط ممتاز، وقدر اللي هو يعني الأهلي استغل غلطة دفاع بتاع سيراميكا، اللي هو كان بيرجعوا الكورة جت لحسين، دخل الكورة تسديدة ممتازة جدا، قدر يسجل الجول الأول في الدقيقة 4. المفروض أنت بعد الجول بقى اللي هو تفضل ضاغط وهتجيب التاني، تخلص الماتش بدري، بس الأهلي يعني كان في تراجع كده، وكان في سوء تواجد من اللعيبة، وكان في مساحات كتير، وكان في عدد انسجام بين يوسف أيمن ورامي. وهتلاقي برضو إن كوكا ومروان يعتبر الاتنين ما كانوش ظابطين قوي مع بعض. تلاقي ان الشوط التاني لما نزل قفشه وكده ده كله اتغير. بس نتكلم الاول على الشوط الاول، يعني تلت ساعه يعتبر كان، يعني اول ربع ساعه كان من افضليه الاهلي. بعد ربع ساعه يعني سيراميكا فضل بتاع 8 دقايق محل الهجمات، منها كرة الشناوي تصد ليها، يحصل عليك ضربة جزاء صحيحة فيها تهور من أكرم. يدخل بالحاج يسجل هدف التعادل. بعدها برضو اللي هو فضل لسه فيه مساحات، تيجي كورة كان انفراد للقندوسي، الشناوي شالها، وكان في كورة برضو رامي ربيعة لحقها من بالحاج. يعني كان في حرفين فدادين عندنا في الدفاع ورا. فهو الشوط الأول عنوان اللي هو يعني تألق الشناوي يعتبر لولا كان ممكن مثلا سيراميكا يبقى كسبان 3-1 قبل هدف حتى وسام، يعني كان ممكن يبقى 3-1 أو 2-1. يعني سيراميكا بيضيع كورتين يعني يعني جوان. بعدين الأهلي يفضل ضاغط آخر 10 دقايق، منهم الوقت بدل الضايع. بيروح بكور وفرص، بس يعني مفيش تخليص. كان منها كرة لإمام تسديدة، وكان منها برضو فرصة لحسين تسديدة، كلها حاجات فردية، ما كانش فيه جمل يعني كتير. آه، بعدين بيحصل فاول. طاهر يقدر يعني يجيب فاول على حدود المنطقة، يشوطها وسام تخبط في الزلاكة لاعب سيراميكا، وتسجل. بس هي يعتبر الجون اتحسب لوسام. تسجل الهدف التاني، وكان مهم جدا انك تخرج الشوط التاني متقدم، وكان مهم جدا انك تغير العك اللي كان بيحصل. خرج يوسف ايمن النهارده على علامة استفهام، ما تفهمش هو لسه مش جاهز يعني فت 100%، او مثلا لسه مفيش انسجام ما بينه هو ورامي، ما تفهمش برضو الدنيا. وطلع كوكا ونزل قفشل غير الماتش برضو. كان في يعني الجمل اللي كانت من عنده حتى في بداية الشوط التاني. ابتدى الأهلي شكله يتغير في أول دقيقة. كرة عرضية ممتازة من طاهر اللي لم المدافع وعدل على شماله وعرض عرضية ممتازة لوسام اللي فينش ممتاز. وحرفيا حابب أشيد بطاهر آخر فترة بيعمل مساهمات يعني، وما شاء الله يعني مستواه بقى في العالي. فدي حاجة كويسة يعني الفريق والطاهر ذات نفسه، اللي هو يبتدي يمسك بقى في الفرصة، يمسك في الفرصة يا اسطى، عشان هي مش هتيجي تاني. يعني يستغل كل دقيقة بيلعب، يستغل. النهاردة كان الشوط الأول عامل جيم دفاعي، بس كان قدام ما كانش ظاهر قوي. الشوط التاني كان عمل بتاع 3 اسيست، منها اسيست اللي هو بتاع وسام اللي قدر يسجله ده. وبعدها بعد الجون الأهلي فضل ضاغط، الأهلي فضل مستحوذ. تيجي كرة لحسين يلعبها في مساحة حلوة جدا لوسام اللي بيلف ويشوط أرضية كده، بس تيجي جنب القايم. الأهلي ابتدى يعني خطورته تزيد، الأهلي ابتدى اللي هو عايز يسجل الرابع والخامس، ودي حاجة كويسة، حاجة إنك تخلص الماتش وتنهي. آه
بعدين تيجي كورة لطاهر، يسلكها كده من الدفاع ويلعبها لإمام اللي فاضي خالص، وتمريرة كويسة جدا من طاهر. إمام اللي يشوطها قوية جدا تيجي في العرض، دي كانت عايزة اللي هي يعني سنة كده بسيطة كانت جول. تيجي في العارضة، وبعدين الأهلي يفضل ضاغط لحد ما تيجي كرة لحسين يلعبها لإمام. إمام يلعبها في مساحة كويسة جدا لحسين، اللي فنشها النهاردة فينش ممتاز جدا. يعني النهاردة حسين يعني ما شاء الله كان عامل مباراة كويسة جدا، حتى كان بيحاول في كذا فرصة، وكان يعتبر النهاردة لعبه جماعي ولعبه مفيد، فكان كويس جدا. الأهلي يفضل مستحوذ، الأهلي يفضل ضاغط، الأهلي يلعب رتم كويس. تيجي كرة في تحولات هجومية لطاهر، طاهر يلعبها لوسام، وسام يقوم غامزها له كده غمزة كويسة جدا. يلمحه كده لوحده، يغمزها له كده في ظهر المدافعين، طاهر اللي يفنشها. يعني بالنسبة لي الهدف ده كنت مبسوط اللي هو يعني طاهر سجله، عشان ده تكليل لمجهوده. النهارده كان عامل برضو قبلها كرة لحسين، لعبها له كده اللي هو بص، وقام لعبها أرضية على أرضية كده. آه، كرة يعتبر يعني عدت كده بسنة بسيطة، بس النهارده يعني طاهر يعني كان عامل جيم كويس. فالأهلي يعني قدر يسجل خامس، قدر اللي هو خلاص انت نهيت الماتش، بقى يعتبر اللعب اللي هو على الهادي لحد ما جت سيراميكا جابت الهدف السادس في الدقيقة 83. بس يعني كان خلاص اللي هو يعني هدف اللي هو يعني يعني مش هيفرق في مجريات الأمور، لأن خلاص يعني حسمت المباراة. حتى الأهلي فضل بعدها اللي هو يعني مهدي الريتم وكان بيلعب على الهادي. والأهلي برضو يعني كان في كورة كده في الآخر قفشة ضيعها في الدقيقة 94. بس مليون مبروك النادي الأهلي، بداية قوية، بداية ممتازة، خصوصا إنك قدرت تغير شكلك ما بين الشوط الأول والشوط التاني، وقدرت اللي هو يعني تغييرات كويسة. بس برضو حابب يعني أشوف رضا سليم في وقت أكتر من كده. حابب أشوف رضا سليم برضو ياخد فرصة عشان نقدر نحكم، عشان برضو الواد ده يعني حاسه يعني عنده حاجة، وخايف اللي هو يدفن زي الباقي. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي، ومليون مبروك، فوز مهم جدا وبداية ممتازة. كل الدعم. السلام عليكم.